بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا لكم مع فريق مركز شباب الكعبان. مبروك الفوز كابتن غيث والتأهل بعلامة كاملة. الحمد لله على كل حال. امس كانت عندنا مباراة، اخذنا 3 نقاط، شدينا في المستوى. اليوم لعبنا مع المنافس الوحيد تقريبا في المجموعة الأولى في مجموعتنا. الحمد لله اخذنا 3 نقاط ثالثة، هي 9 نقاط كاملة. منافس قوي الحمد لله، يعني ما قصروا الشباب من الحارس للاحتياط فريق كامل، وحن نستعد حق الدور الثاني ان شاء الله، نص نهائي ان شاء الله. مع من يمكن؟ اتوقع مع ون تيم تقريبا. امس شفنا مباراة مع قطر الخيرية، كان فريق قوي والفريقين قويين، ونستلم بشكل ممتاز ان شاء الله. غيث، انت ما شاء الله عليك دائما مشارك في بطولات رمضانية وبطولات الصلاة، ممكن تحدثنا عن التنظيم في بطولات الصلاة؟ هو تقريبا اول مره اشارك في بطوله صلاه في مركز شباب الكعبان. بصراحه يعني بدون مجامله، تكلمت بعد تقريبا يمكن من 2 سنين في بطوله رمضان. التنظيم ان شاء الله ما شاء الله عليه من احسن التنظيم في الدوحه، وبالعكس يعني نشوف انت تقريبا مشاركين حوالي 10 افرقه في رمضان، تقريبا حوالي 10 افرقه، وكلهم تقريبا من الدوحه، يعني ينعكس الشيء ايجابي على الفريق. ممتاز، بطوله ممتازه، الافرقه ممتازه، والتنظيم صراحه ما شاء الله عليه يعني لا يعلى عليه. بالتوفيق يا كابتن. عندك اي كلمه توجهها للمركز او الافرقه او المنظم السيء او المدير محمد علي الكعبي؟ أنا أشكر على جهوده الطيبة، والمركز ما قصر، موفر كسبل الراحة حق كل الأفرقة، والأفرقة ما قصرت، يعني كل الأفرقة تقريبا من الدوحة، يعني الحمد لله على كل حال إن شاء الله. موفق خير يا كابتن غيث، وياك الله يسلمك. معي الكابتن عام أبو الحكم. هارد لك يا كابتن، وكنتوا بداية ما شاء الله عليكم فايزين. والله ضوعنا المباراة بأولها، ضاعت المباراة. شفت انت هلا كان في ضغط علينا، قلت لك انه نحن لازم هي مباراة تأهل. كان في ضغط علينا، روحنا ضاربين 7 انفرادات اللي شفت انت باول شوط، كبيناهم كلهم. هاي كانت سبب الخسارة. لعبنا الشوط الاول طلعنا منيح، يعني نتيجة 2-1 او 2-0 كانت نتيجة لنا 1-0 منيحة. بس بالشوط الثاني صار في استهتار، صار في تعصيب، ستريس كثير على الفريق، هو يعني فقدنا التركيز نحن. شفت اللي صار يعني، ومعنا تبديل. الاصابات اللي احنا كثير يعني خانتنا بالموضوع، عندنا 3 اصابات بالفريق من اول المباراة، يعني ما عندنا غير تبديل واحد. ومثل ما قلت لك عدم التركيز، استهتار، بالمقابل انه نحن الشوط الاول شفت انت كنا ماشيين صح، نقلبت علينا. انزين، انتم اعتقد بكره عندكم مع فريق الريان. ان شاء الله بكره مباراه بدنا يعني نحن نحصل منها نقطه، ولكن نحن نجيب 3 نقط عشان يعني ترجع الثقه ان شاء الله ونتاهل. اهم شيء التركيز، اهم شيء صحيح، اهم شيء. انتم بديتوا، انا ما شفت المباراه، بديتوا 1-2 يعني لو قلتم يعني بعد صار شوي مثل ما قلت لك يعني خاننا الاستهتار، كان في استهتار بالفريق وعصبيه، فقدنا التركيز. ما عندنا على دكه الاحتياط غير لاعب واحد، ما عندنا دفاع، يعني حتى انا مصاب، عم يلعب وانا مصاب، فهذا اللي صار. ان شاء الله بكره بنعوض ان شاء الله. نزلوا ما تشاركون الكباتن الصغار ان شاء الله، هذول الجيل القادم مستقبلا ان شاء الله باذن الله. عندك والله ننتظر من يعني من الشباب هم الكعبان، ابو علي خاصه، انه يعمل الاشبال. ابو علي ما يقصر، ابو علي دائما مع الرياضه، دائما ان شاء الله. ان شاء الله. عندك اي كلمه توجهها لمركز شباب الكعبان او السيد محمد علي الكعبي؟ محمد علي الكعبي، ابو علي ما قصر والله. المسابقه الماضيه ما شاء الله التنظيم كان ممتاز جدا، وهي التنظيم هذه الدوره كان اكثر من ممتاز، يعني بالتوقيت، بتنظيم الفرق اللي جابهم، مثل ما اقول روح الفريق، روح الاسره اللي كان موجود، يعني هذا اهم شيء. يعني ما شاء الله، الله يعطيه العافيه ابو علي، ما قصر والله. الله يوفقكم ان شاء الله بكره، ونشوفكم الفايزين، ما يكون عصبيه. الله يسلمك. ان شاء الله نعود لكم بكره مع فرقه منافسات قويه. اشكركم، مع السلامه.